السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم على المادة ديال الحشيش والتأثير ديالها على الشباب، او لا التأثير ديالها بصفة عامة على الانسان وعلى النفسية ديالو وعلى العقل ديالو. ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نتوجه للشباب، لان انا عارف الحشيش يعني كيفاش الشباب كيتبلاو، يعني وبداية من تيكونوا في الدراسة او لا تيكون تيخدم يعني في شي تيدير شي حرفة معينة، وكيفاش كيتعاطى لهذا المخدر اللي هو الحشيش. ما كتعرفوا فالانسان يعني كتكون عنده يعني تيكون عنده واحد الحماس انه يجرب واحد المادة. وحنا كيف تعرفوا في الشباب هنا راه كيكون عنده بزاف الاصدقاء، وبعض الاصدقاء ديالو اللي ممكن يكونوا مدمنين على مادة الحشيش اللي كيرافقهم يقدر واحد النهار غادي يذوق من ديك المادة ديال الحشيش. وهنا كتبدا يعني كما تنقولوا القصة، وهنا كتبدا طريق الى البلية بمادة الحشيش. اذا كيف ما كتعرفوا في البداية يعني كما تتشوف كيبداو الشباب كيولي يذوق شويه من الحشيش، شويه كيبدا يدوز انه وغادي نتكلم باللغه ديال الشارع وباللغه ديال الاحياء الشعبيه. هنا كيبدا انه يعني ياخذ الحشيش حتى هو وياخذ الكارو ويبدا ياخذ داك الاوراق اللي كيلفوا بها الجوان ديالهم، وكتكون عنده واحد تيكون دائما متحمس انه هو اللي يقوم بالعمليه كما تقولوا الصيانه ديال الجوان. كتسمى انه يفتخ الجوان ويديروا في الوريقه ديالو ويقادوا كذا وهذا ويقادوا من بعد يكميه ولا يتناولوه يعني مع الاصدقاء اللي تيكون معهم. فهنا كتكون البدايه ديال البليه. هنا كيكون في الاول كتحس بدوك التاثيرات ديالو، كتحس براسك مزيان، كتوصل لك النشوه ديالك من هذا المخدر ديال الحشيش. وانا عارف راه كاينه النشوه ديالو، داكشي علاش الشباب كيتبلا به وداكشي علاش بزاف الناس كيتبلاو به. ولكن فهنا كطيح في المصياده. وهنا في المدى المتوسط والمدى البعيد ممكن تكون انسان عامر بواحد المجموعه من الاضطرابات النفسيه والعقليه، بما فيها اضطرابات ديال الخوف، اضطرابات القلقيه، العصبيه، الامراض ولا الافكار الوسواسيه. يعني الانسان كيولي موسوس، ما عايش مرتاح، اضطرابات في النوم. وهنا كيكون عندنا انسان مريض نفساني. وانا في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم على الاضطراب الخطير من هذه الاضطرابات النفسيه والعقليه، وهو الانسان يعني كيتجر في الطريق الى اضطرابات ديال الانفصام العقلي او لا ديال السكيزوفرينيا. وهنا غادي ناخذ كشاب اللي بدا تياخذ الحشيش يعني في الشباب ديالو اولا في المراهقه ديالو، وهنا بدا تياخذو بشكل يومي، وكذلك كيزيد في الكميه ديال هذه الماده هذه، بمعنى بدا تيدخل في الادمان. فهنا انه باش يدخل السكيزوفرينيا ما غاديش نقولوا انه 100% يعني تنكمل الحشيش غادي نولي سكيزوفرين، نولي عندي انفصام العقلي. ولا علاش؟ لان يقول لك انا راه تناخذ الحشيش وهادي 20 عام ما وقع ليا والو. اييه، ولكن ما كتعرفش نتايا شكون هي الجرعه ديالك اللي غادي تحماق فيها. لان كيف ما كنعرفوا فالاستعمال ديال هذه الماده ديال الحشيش فهي متراكمه. واحد النهار غادي نوصل لا دوز ديالي باش غادي ندخل في الاضطرابات النفسيه والعقليه، وبما فيها اضطرابات ديال الانفصام العقلي. وهنا بعض الشباب تيكون اكثر عرضه انه يكمي شي شويه كيحماق، كيكمي شي شويه كيبداو فيه الاضطرابات النفسيه، لان العقل ديالو حساس لهذه الماده اللي سميتها الحشيش. وبالخصوص الحشيش اللي دابا موجود دابا فيه واحد الماده اللي هي كتنتمي الماده ديال الحشيش ديال القنب الهندي، واحد النوع ديال الماده النسبه ديالها مرتفعه في هذه النبته اللي عندنا حنا في المغرب. وهذه الماده هذه ملي كتكون مرتفعه فهي كتخلينا اكثر عرضه اننا نتصابوا بالمرض ديال الانفصام العقلي او الاضطرابات ديالو. كذلك الكميه كل ما خديتو بشكل يومي وكل ما يعني كثرت من كما تنقولوا من الجوانات في النهار وزدت في الكميه
ديال هذه الماده كل ما انا كنكون عرضه انني ندير اضطراب ديال السكيزوفرينيا. كذلك الا كان عندي في العائله الاخ ديالي ولا الاب ديالي كان يتعاطى الحشيش ولا عنده الفصام العقلي المحفز بسبب الحشيش لانه كان تيتعاطى الحشيش، فانا اكثر عرضه، يعني كيكون خطر انني نولي بحال الاب ديالي اللي مرض بهذا المرض بسبب الادمان على الحشيش. كذلك وهذه مهمه، يعني مجموعه من الدراسات بينت ان كل ما خدينا الحشيش بشكل مبكر، يعني في سن المراهقه وبشكل مبكر بالنسبه للشباب، كل ما انه في المستقبل انه ممكن يدير يعني اضطرابات ديال الفصام العقلي. وكيف ما كتعرفوا فالانفصام العقلي فيه يعني بزاف ديال العلامات. اذا كيف ما كتعرفوا فالعلامات ديال السكيزوفرينيا كتبدا دائما يعني كما تنقولوا بالاختلال في الافكار، يعني كتولي الشاب او الانسان المدمن على الحشيش كتبقى تجي افكار ديال انه من تيكون في شي مجمع معين ولا في العائله ديالو ولا في الحومه ديالو ولا جالس في القهوه، كتجي افكار الناس كيدويو عليه، كيخسروا عليه الهضره، كيقيسوه في الشرف ديالو، كيسحروا له، كيفعلوا له. يقدروا الناس يكونوا يعني عاديين هي جالسين كيدويو اولا كيضحكوا في الكره ولا كيضحكوا في هذا ولا كيدويو على السياسه ولا كيدويو على شي حاجه اجتماعيه ولا شي حاجه هذا، ولا كيضحكوا بعضياتهم وهو بعيد ويبقى يقول دوك الناس راه كيتكلموا عليا وكيدوي عليا. ويقدر انه يعني يقدم انه يمشي يعني يتبادل معاهم، يخسر معاهم الهضره، ويقدر كاع يعنفهم. وهنا تقدر توصل هو الانسان حيت هو مريض، لانه هو كيسمع افكار ان الناس راه هادوك كيتكلموا عليه. اولا كتجيه الشكوك بان العائله كيوكلوه وكيشربوه ولا تيوكلوه شي حوايج اللي باش يضروه، باش يديروا له باش كذا باش كذا. اولا تتجيه الغيره المرضيه، كيبدا يشوف راسو هو الافكار ان الام والاب ديالو كيفضلوا الاخوان والاخوات ولا شي اخت ولا شي اخ عليه، هو كيبدا تشدو واحد الغيره اللي يقدر يوصل للانتقام ويوصل للعدوانيه ويوصل لجريمه قتل، يقتل خوه. علاش؟ لان خوه كيفضلوه، الولي يقدر يقتل حتى والديه، وهادو حالات شفناهم. كذلك شحال من واحد تيكمل الحشيش ومجوج بدا تيشك في المراه ديالو، وهنا كانت عنده غيره مرضيه، كيعتمد على علامات بسيطه وكيبني عليها الخيانه ديال الزوجه ديالو. يعني وكتجي افكار اولا يجي فيلم في العين ديالو كيشوفوا بان الزوجه ديالو انها في علاقه مع احد الافراد اللي قريب ليه ولا شي واحد اللي تيجي من الخيال ديالو ولا وهنا المراه ديالو كتكون بريئه ما تدير حتى شي حاجه، وكيبدا يفسر الحركات ديالها، الخرجات ديالها، الشده ديالها في الباب، اي حاجه كيقدر يعطيها ويعطيها الطابع ديال الخيانه، ويقدر توصل للجريمه ديال القتل. وبزاف الجرائم وقعوا بسبباش؟ بسبب هذه الماده ديال الحشيش والتناول ديالها بشكل مستمر. علاش انا تنتكلم ربما بهذه الحلقه واول مره في هذا الفيديو؟ علاش؟ لان كنشوف شباب باقي صغير بدا تيحماق وهو صغير. شباب انا اللي كنعرفو اللي كان ذكي، كان مجتهد، كان تيجيب نقاط مزيانه، الامهات تيجيو تيبكيو. راه هادشي تيبقى فيك الحال، تبقى فيك الام مسكينه بواحد الحرقه كتجي ما تتلقاها مسكينه عندها الحريق هنا حريق هنا، وهي عندها اضطراب نفسي. تصور كتجيك بالام في المعده في راسها، كيمشي لها الحرق، معذبه في الحياه ديالها، وهي كما تنقولوا الخاطر ديالها ما مرتاحش. السبب ديالها هو واحد الوليد ولداتو رباتو كبراتو، كان نجيب، كان مجتهد، كان تيقرا مزيان، كان تيجيب نقاط مزيانه في الدراسه ديالو، ولكن نقطه انعطاف هي من تبلا بالحشيش. المستوى الدراسي ديالو هبط، تنازل، ما بقاش باغي يقرا، ما بقاش يدير. تيديروا معاه كاع الحلول، هاد الوليدات كنديروا معاهم جميع الحلول، تمشي تخدم وتجيب والو، هو خاصو يدير تجيب له الفلوس ويمشي يجلس ويكمل الحشيش وكذا وهذا وهذا. وهنا كيحط راسو في يعني في واحد المجموعه من الاضطرابات، وكيولي يا ربي غير يهنيك. لان هذا الشباب هذا في الاخر تيولي خصو غير الحشيش بايتها الطريقه، يقدر ينوض لك الصداع، يضرب خوتو ويهرس وكذا، انت كتولي مجبر تعطيه الفلوس، تمشي تهز وتعطيه واخا انت مزير باش توفر له الحشيش، باش يوفر هو الحشيش يمشي يشريه ويقتني، ويا ربي تقول غير يهنيني. وهذه كتولي وسيله ديالهم، ينوض لك الصداع باش ياخذ الفلوس، باش يمشي ياخذ الحشيش ديالو. هاد مين كيمرض بالافكار وتيولي يشك في هذا، هذيك مصيبه طابه كبرى. وهذا الشيء راه ما تحس به حتى تكون مجربه،
وهنا الامهات وبعض العائلات اللي عندهم واحد مدمن كيعيشوا هذا الشيء، انا عارفهم يعانون في صمت. حتى انك باش تهزو تمشي دير الدواء والله لا مشالك، تيقولك مالي انا احمق، لانه هو غير واعي بالاضطرابات العقليه اللي عنده، ما يمشيش لك، اديه بالقوه ولا ما تقدش عليه. انا كنعرف عائلات اللي عندهم واحد مدمن وعرف اضطراب ديال الانفصام العقلي ولا سكيزوفرينيا، الدار كتدخليها مخبيين كاع الجناوه، كاع الماس ديال الخضره كيتخباو كيتسد عليهم. علاش؟ كيخافوا لا ينوض لهم بالليل وانهم يمشي يقتلهم ويدير لهم. كاين معاناه نفسيه وتاثيرات نفسيه على العائله وعلى افراد العائله. حتى الا كان شي ولد تما كيقرا مزيان وباغي يوصل، كيولي عايش في هذه الظروف. كيفاش بغيتي يقرا، كيفاش بغيتي يجيب نقط مزيانه، كيفاش هو عنده مشكل في الدار عايش فيه بالليل وبالنهار وانه بغيتيه يقرا. وهذا الشيء السبب ديالو الادمان الماده ديال الحشيش. فالادمان الماده ديال الحشيش ممكن نعتبروه كعامل مساعد على الفقر، كيخليك يلوحك للفقر، لانه ما عمره ما كيخليك تنتج وانك تطور من نفسك وتطور من القدرات ديالك ومن المكتسبات ديالك. المدمن على الحشيش دائما تيعرف تراجع، يعني في الذكاء ديالو كيعرف تراجع في المعارف ديالو، وكيعرف يعني كما تنقولوا تراجع حتى في الذاكره. القوه ديال الذاكره ديالو الا كان يعني كما تنقولوا عنده شي ذاكره قويه، يعني كيحفظ دغيا وكيشد دغيا، كيفقد هذه القدرات ديالو بسبب الادمان ديال الحشيش. وهنا راه دراسات بينات هذا الشيء. كذلك هذا الانسان هذا كيولي يميل للكسل، لان يعني ما يمكنش الحشيش المدمن ديالو دائما ما كينعش بكري، حتى ل4 ل5 6 الصباح كينعس، وكيفيق حتى ل4 ديال يعني 4 ديال الغد ليه من بعد الزوال. كيفاش بغيتي هذا الانسان يمشي يخدم؟ هو الفتره اللي كتكون فيها الخدمه والانشطه اليوميه ديالنا والخدمات كتكون فيه تيكون هو ناعس، ما يقدش خليني نبقى ناعسه تيفيق. هنا حتى لا كان عنده شي مشروع ديالو حر غادي يفقد الزبناء ديالو. ما يمكنش انا كنتعامل مع واحد الانسان كنجي ديما نلقاه ساد ولا ما كاينش، بالتالي ما بقاش تنتعامل معاه نبدلو. حتى لا كان خدام في شي شركه معينه فهنا يعرف المشاكل، لانه كيكون ما متحمش العمل ديالو، ما تيكونش جاد في الخدمه ديالو، وكيغش بزاف وكيبغي يوقت تيسلت، وهذا غادي يعرف مشاكل مع المدير ديال العمل ديالو، وهنا غادي يتم الطرد ديالو. علاش نقول لكم عامل الفقر، عامل مساعد على الفقر. وحتى لا كان في يعني عنده موظف معين غادي يعرف مشاكل مع المؤسسه اللي كيخدم فيها، يا عاجلا يا اجلا. وهنا عاوتاني ملي كيرجع يجلس وقلت الفلوس، هنا تيبدا متطفل على العائله، عطيني ويهز يمشي يبيع وكذا، ولا الطرق الاخرى، ولا يمشي يجريسي ولا يشفر، ولا يعني تولي عندنا مواطن غير صالح وما عمره ما ينتج. كاين بعض الشباب تيقول لك لا ما لقيناش الخدمه وكذا كنلقاو الادمان. هذا يعني كما تنقولوا هضره خاويه كاسيطه ما مستافدينش منها وما نستافدوش منها. لا وراه الوالد ديالو كان تيدير له، وراه باه ماشي كذا، باه كان سكيري. لا انا كنعرف ناس عاشوا في هذا الشيء والحمد لله كملوا على السكه ديالهم ووصلوا. تقول لي الفقر هو اللي خلى. انا كنعرف يعني شباب حفظت معاهم، انا كنعرفهم شباب يعني حفظت معاهم يعني في الدراسات الجامعيه ما عندهمش. عشان نقول لك شنو هو الفقر شي حاجه ديال الفقر. الناس فقيرين وهكاك خدم ضرب تماره، ها هو دابا مهندس دوله. علاش؟ قرا، نسى اللباس، نسى الفلوس، نسى كل شيء. كان الهم ديالو هو الوراق، ياكل الوراق، هو يتعلم ويقرا باش يوصل. ولكن كنت تبلا بالحشيش كون دابا راه هو ما في الحاله ديالو كي غادا تكون. يعني بزاف ديال الشباب كانوا تبارك الله كنا كنشوفوهم كانوا تيقراو، من بعد شفناهم في صوره خايبه. علاش؟ لانهم تبلاو بالحشيش. وهذه نصيحه للشباب اللي عندي واحد الغيره على ولاد بلادي، على شباب بلادي. ما نبغيش يضيع، بالعكس نبغي يطور من راسو باش الا وصل غادي يهز راسو هو الاول، ويهز عائلته ويهز الوطن ديالو وبلادو.
نبقاوش نقولوا الدوله ما دارتش، لا كذا با ما دارش لي ما كان. الا تبليتي بالحشيش بقات غادي في هذه الكاسيطه كتحفر فيها، كتهبش في هاد القشره هذه كتهبش فيها. ديما انت مرتبط ان هادشي اللي وصلتي ليه بسبب والديك، بسبب الدوله، بسبب المؤسسات، بسبب كذا، بسبب هذه اسباب خاويه. كذلك باش ما ننساش الماده ديال المعجون حتى هي، لان هي ماده مشتقه من يعني من المواد ديال القنا، النبته ديال القنب الهندي، واللي تعرف واحد الخليط معين وكيصاوبوه كيتسمى المعجون، وكلشي راه كيعرفوا. فهاد الماده حتى هي مشتقه من ماده الحشيش، وبزاف ديال الشباب مبليين بها، وبالتالي كيعرضوا راسهم من نفس المشكل. اذا فهاد المعجون هذا كيف ما كتشوفوا في الصوره فهو يعني حتى هو مشكل، بزاف ديال الشباب مبليين به، وهنا كيدخلوا في ازمات نفسيه واضطرابات نفسيه. وكاين بعض الحالات تيكونوا ضحايا، يعني كيكونوا الاصدقاء ديالهم كيعطيوهم باش يضحكوا معاهم، كيصدق داك السيد حساس للماده ديال الحشيش، وبالتالي كيدخل في واحد الازمه نفسيه خايبه، وكيعرف اختلال في العقل ديالو، وكتبان العلامات ديال السكيزوفرينيا، ويقدر يخرج يعني مثلا عريان، يقدر يبدا يخسر الهضره، يقدر يبدا يدخل ويخرج في الهضره، يقدر يبدا يعني كما تنقولوا كيدخل في واحد المشاكل النفسيه وعقليه اللي راجعه لديك الماده. وهنا كنعرف انا يعني واحد الشابه الاصدقاء ديالها عطاوها باش يضحكوا معها، صدقات في واحد الازمه نفسيه اللي هي كبيره. هي الان الحمد لله شيئا ما الحاله ديالها مستقره، يعني بالدواء اللي كتاخذه بشكل مزمن. يعني شوفوا شحال المشاكل وشحال المصاريف والتاثيرات الماديه والاقتصاديه والاجتماعيه على العائله ديالها، ومره يعني كدير فترات ديال الاكتئاب وديال الخوف وديال القلق، دارت هذه حاله شفتها في العياده ديالي، دارت شي 2 محاولات ديال الانتحار. سبباش؟ سبب ديال الاصدقاء ديالها بغاو يضحكوا معها، ربما هي كان العقل ديالها حساس للماده ديال الحشيش والماده ديال المعجون، وبالتالي دخلت في هذه المشاكل هذه. اذا حتى الاصدقاء وهنا الشباب ما تضحكوش، هذا الضحك راه خايب، ممكن يؤدي بداك السيد لواحد المشاكل اللي هي كبيره بزاف. اذا كنصيحه نبتعدوا على الحشيش، نتبلاو بشي بليه مزيانه كرياضه، نديروا شي حاجه. ربما باش ما نطولش عليكم كنتمنى اننا يعني نكونوا وصلنا واحد الرساله، ونتمنى ان الشباب حتى اللي دابا تيتناول الابعاد، حتى اللي جرب يبعد، وحتى اللي بغى يجرب يبعد، وحتى اللي مبلي يحاول انه يلتجأ للطبيب. فالحمد لله كاين الدواء، كاين العلاج. لان يعني كل ما استمريت كل ما انا كنغرق وكنغطس يعني في المشكل، وكل ما الاضطرابات كتجي وكل ما نقدرش نعالج راسي. سمحوا لي الا كنت نتكلم بهذا الحرقه وهذا، لان انا كنشوف الامهات والعائلات اللي كنشوف الشباب اللي كيضيع، فربما دويت شيئا ما بواحد الحرقه. دونك باش ما نكثرش عليكم، كنتمنى انني نكون درت احاطه يعني بالموضوع، وكنضرب لكم موعد اخر في فيديو موضوع اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.